ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده معانا فيديو جديد وشرح جديد. موضوع يعني هنتحدث عنه. الموضوع النهارده عن طريق المجد. طبعا حدث طريق المجد من الأحداث اللي المفروض أغلب اللاعبين المجانيين يهتموا ليه بشكل كبير جدا. حدث موفر كل اللي محتاجينه في الغالب، من تطوير المعدات للآثار لكمان قطع الصخور الحجرية وأيا يكن طبعا الجوائز. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل حاليا، بس أهم حاجة يا دكتور متنسوش بس اللايك والاشتراك. خلونا نبدأ في الموضوع. أولا مبدئيا حدث طريق المجد حدث نوعا ما يختلف مستوى صعوبته على مستوى القلعة الخاصة بيك. يعني لو ليفلك أقل من 25 فأنت أغلب المهام بالنسبة لك هتبقى لوز، لكن لو ليفل 25 حرفيا هتلاقي مستوى المهام بيصعب معاك بالنسبة للاعب فري تو بلاي. ولكن طبعا لو انت عارف تنظم مواردك وتنظم تسريعاتك هتلاقي الحدث ده بالنسبة لك لوز وتقدر تنجزه بشكل كبير جدا، زي ما انا حاليا انجزت فيه جزء كبير. محدش يقول لي زي صفر، بس انا انجزت فيه. مبدئيا الاول الحدث ايه الجوائز اللي هتاخدها منه؟ مبدئيا الجوائز اهي قدامكم بشكل عام. الجوائز انت بتختار خمس حاجات، خمس جوائز معينة انت محتاجهم او عاوز تستلمهم، ولما تضغط حسنا على الجوائز اللي انت عاوزهم بشكل عام بتجمع 300 توكن هدايا عن طريق انهاء المهام اللي بتبقى قدامك. طبعا مش المهام دي عشان تنهيها وخلاص، لا، اللي هو لازم انهيها وما ينفعش الغيها، لا بالعكس، انت تقدر تلغي المهام وبعد 5 دقايق تجيلك مهام تانية جديدة وانت تختار اللي نفسك فيه. طبعا المهمة اللي ب150 هنا دي مهمة شراء عروض، يعني ما تفكروش ان موضوعها سهل جدا، ده شراء عروض. انت تشحن يعني في اللعبة ده لو انت مش لاعب مجاني هتبقى سهلة معاك جدا. تمام. دي طبعا ذات القوة الإجمالية بشكل عام، مش بيقول لك مثلا عالج الناس أو غيره، لأ بيقول لك إيه، درب أو اعمل أبحاث أو حتى جمع مهام بس. فاهمني؟ طبعا أنا عشان مخلص يعني جزء كبير منه فمش محتاج تاني خلاص، واحتمال ممكن أوقفه. أولا طريق المجد بيديك 4 هدايا، يعني 4 تبديلات، بحيث أنت تجمع 1200 عملة هدايا، وبعد ما أنت تجمع ال1200 كل المهام عندك هتقفل وخلاص، آخرك هتجمع كله بالتبديل. أنا عشان واخد منهم هديتين من أصل ال4، فبالتالي أخدت من دول مرتين. يعني اضربوا كل العلب، كل حاجة، كل الجوايز دي اضربوها في 2، بس دي كده الجوايز اللي أنا خدتها في مدار الحدث ده في أول يوم ليه. وطبعًا ده باتباع أحد يعني الحاجات اللي لازم دايمًا تركّزوا عليها، دَوّر على الحاجات السهلة اللي أنت مش هتاخد فيها وقت، زي مثلًا التسريعات. أنا عارف إن في الغالب في ناس كتير مش معاها تسريعات، ولكن التسريعات أسهل حاجة ممكن تقدر تعملها، خصوصًا لو أنت في تحالف دايمًا فيه صيد كتير وجوايز كتير. ده هيوفّر معاك جدًا، واحتمال كبير جدًا ما تاخدش وقت وتبقى أنت مخلّص الحدث. بس أهم حاجة وأهم نصيحة حابب أنبّه عليها، إن أنت طول ما مفيش أي حدث اوعى تستخدم التسريعات أيًا يكن، حتى لو عندك بُص، حتى لو عندك مبنى باقي له زي مثلًا اللي عندي ده، هو العزبة باقي لها ساعتين، أقدر أعملها حالًا، بس لأ، أنا مش هاعمل. ليه بقى؟ لو أنا استغليت التسريعات في الحاجات دي وقُلت لأ عاوز أنجز، مش عاوز أسيب الوقت ده، وممكن مش عارف أبقى نايم أو ممكن أبقى مش موجود، كده أنا هاخسر، مش هاستفاد. لو أنا سِبت الحاجة لوقتها وتخلص في وقتها، أحسن ما أنا آجي أستغل التسريعات وأطوّر بيها وفي الآخر أندم لمّا ينزل حاجة هتدّيني جوايز قيّمة وما يبقاش معايا تسريعات إن أقدر أخلّص بيها. تمام؟ ده بالنسبة لمهام التسريعات. في مهام تانية خاصة بالآثار. طبعًا معمل الآثار للي حابب يهتم ليه يعني هيبقى بعدين ليه فيديو وشرح مفصّل تفصيلًا عن كل حاجة فيه وإيه اللي أطوّره وإيه الاهتمامات اللي أعملها وإزاي أقدر أستفاد منه بأكبر قدر. نرجع دلوقتي بس لموضوعنا. إزاي هاقدر أستفاد بالآثار في ناحية إنهاء المهام الآتية اللي موجودة في طريق المجد؟ مبدئيًا مهام طريق المجد في الآثار كتير جدًا، زي إنه يقول لك مثلًا افتح 10 علب أو 15 علبة من العلب بتاعة الآثار، اللي هي الصناديق، يعني أنا باقولها علب عشان متعود. ما علينا. تفتح 15 علبة أو 10 علب وبيدوك عليها من 60 ل100، يعني لو تفتح 15 علبة هتاخد تقريبًا 60. هتفتح كام؟ تفتح 10 علب هتاخد تقريبًا 40. وفي مهام زي ذات القوة، إن أنت تعمل إيه، ترقّي الآثار عندك والآثار هتدّيك قوة، القوة دي
هتخلص من الشريط اللي هنا، لان هو طالب منك ان انت تزود مثلا وليكن 15000 قوة. ال 15000 قوة دي هتديك 60. اما لو جبت مثلا طالب منك 22000، هتاخد قصادها 100 عملة، زي ما في الصورة دكتور اللي قدامكم. الصورة دي انا واخدها من وسط الحدث وانا قاعد بلعب بنهي فيه. كنت مخلص اول تبديل، وكنت داخل في تاني تبديل. طبعا صورت الفيديو بعدها بساعات لما خلصت. تمام. بالنسبة بقى لباقي الحاجات التانية من المهام، في مهام زي الدمج، دمج الوحوش اللي هي بتاعت الخاص باللفايف. هنا في المعمل بتاع الوحوش، بتروح انت مثلا مدرب عدد من اللفايف، فهو بيطلب منك مثلا 80 لفيفة مثلا تطورها، او تجيب تسريعات دمج، يعني تستخدم تسريعات دمج بقيمة ايام عشان تاخد فايدة. وفي حاجة كمان، واللي هي تحصين القلعة، اللي هي طبعا الترصيع النجمي بالنسبة للقلعة. انا عن نفسي الترصيع النجمي عندي ماكس القلعة، فبالتالي مش محتاج ومش قادر. كمان عندي فايض من لفيفة النجوم. المهم، دي برضو حاجة ممكن تفيدك. فنصيحة مني من ناحية التحصين، حاول انت توفر في التحصين، وتستنى كل ما يجي مرة طريق الحدث، قصدي حدث طريق المجد، ابدأ اشتغل على التحصين في معاه. كل ما يظهر لك مهمة ليها تحصين، أهم حاجة إن المهمة تبقى محطوطة في القايمة اللي فوقك اللي بتنور دي. القايمة دي لما تبقى محطوط فيها المهمة تنجزها هنا، متقدرش تنجز المهام اللي تحت. اللي تحت دي كلهم لسه هيجولك بالتدريج. مفهوم؟ يعني مش تقول لي مثلا انا تحت ظاهر لي مثلا مهمة تسريع دمج، ورحت مثلا ما سرعتش دمج. تمام، يعني رحت مثلا دي سرعت دمج، والمهمة تحت ما اتحسبتش. طبعا مش هيحسبها لك لان انت مش محطوطة في المهمة الاساسية. تمام. غير كده موضوع يعني ان شاء الله يكون ممتاز وتكسبوا منه كتير. من ناحية اختيار الجوائز، اولا في جوائز، يعني في حاجات تفيد اللاعبين المجانيين في التطوير، وفي حاجات مش هتفرق وممكن تفرق بالنسبة للاعبين الشحن. اول حاجه تفرق بالنسبه للاعبين الشحن، وهي العلب اللي قدامكم دي هنا. العلب اقول لك لحظه. الصناديق دي، الصندوق الاول الخاص بلندرا، دول ابطال الشحن اللي هم من فئه الالف، بفئه $100. يعني تدفع $100، Now that was وكمان عشان تقدر تفتحهم مش تدفع $100 واحده بس، لا، تدفع $400 عشان تفتح بس البطل، من غير حتى ما تطوره غير شائع وكده، رتبة شائع بس. تمام. نفس الكلام هنا، العلب لنفس البطل. دي طبعا لو انت حبيت يعني تفتحها هي بس. تمام. انا عن نفسي مختار الصخور المشتعلة والصناديق بتاعة الآثار. ليه بقى؟ صناديق الآثار هتفرق معايا، ان انا لو حبيت اكمل تاني واجمع بقية الجوائز، اروح اشوف المهام اللي ليها دعوة بالآثار وافتح تاني واخلص منه تاني. وفي نفس الوقت برقي معدات الآثار عندي وبظبط مستواها الدفاعي، بحيث ان يبقى معايا نسب حلوة من الآثار، ونسب من الحمى، ونسب من المواهب، ونسب من المعدات. فبالتالي ايه، هكون جاهز لأي معركة ولأي هجمات عليا من ناحية الصد. طبعا في مهام جانبية تانية زي التدريب برضو، ومش شرط نوع معين. يعني انت ممكن مثلا في تدريبات طبعا بيقولك مثلا درب 40,000 أو 60,000، وتاخد عليها 40 عملة هدايا. ال40 60,000 جندي اللي هتدربهم، مش شرط تدربهم يبقوا تي 4 أو تي 3. مش شرط، ممكن لو تي 2 عادي، تي 1 حتى مش هيقول لك غلط، بالعكس هيوافق. يعني مش هيبقى فيه ضرر عليك، وبالعكس هتوفر من التسريعات اكتر، وفي نفس الوقت تنجز المهمة، عشان لو في عليك مهمة تسريعات. طبعا دي بتاعت عروض ماليش دعوة بيها. دي دمج، لان لسه ما عنديش وحوش ليها دعوة بالدمج، فماليش. دي نفس الكلام للاعبين الشر. طبعا دلوقتي الحدث اللي هو بتاع قدرة الممالك هينزل بكرة، فان شاء الله تاني يوم بعده هنزل لكم فيديو ان شاء الله عن الحدث بالتفصيل، والجوائز ونعمل ايه ونستفاد ازاي، وايه الحاجات الضرورية اللي ننفذها وبس. يعني ان شاء الله يعني هفيدكم. بالنسبة طبعا لحدث طريق المجد، عشان منساش بس، بالنسبة للجوائز الأساسية اللي ممكن تركزوا عليها بشكل عام، للي مهتم بالترصيع النجمي أو عاوز يجمع من الحجر النجمي علشان المعدات الخرافي لما يوصلها، موجودة لو محتاج. طبعا دي صناديق الآثار، اللي عاوز يجيب توكن الآثار عشان يقدر يفتح آثار أكتر ويطور آثار أكتر ويستفاد طبعا منها. دي طبعا جوهرة البحث، مش مهمة ويعني ملهاش أهمية. دي طبعا العرف القرمزي الخاص بمعدات البطل، واللي تقريبا
أغلب الناس اللي معاهم كمية من صناديق البطل هيستفادوا منها، أو اللي معاهم أصلا بقية معدات البطل وناقصهم العرف القرمزي يستغلوها. طبعا أنا بنصح بصندوق الوحشي بشكل أساسي، لأن ده اللي بيديك المعدات الأساسية اللي في أغلب الأحيان هتستعملها أصلا، سواء ميكس، سواء هجوم مشاة أو فرسان أو رماة. وطبعا معاك الصخور المشتعلة، أنا بجيبها بشكل أساسي علشان لما هوصل المعدات بتاعتي للأسطوري ما يبقاش عندي عجز إن أنا أوصلها خرافي، يبقى أنا جاهز صخور مشتعلة وناقصني بس باقي الأدوات. طبعا دي السجاد الخاص بالحشود، ودي تسريعات، وهذه تبع اللي هي الوحوش اللي من مستوى ليفل 4 فما أعلى، ودي اللي مستوى ليفل 3 فما أقل، وهكذا يعني. طبعا معاك فطر السام، ده بتعمل بيه ايه؟ لو القائد بتاعك اتسجن تقدر تستخدم الفطر ده ان انت تروح مسمم القائد بتاعك، وبعد يوم القائد هيموت بتاعك وتقدر ترفه تاني. طبعا معاك تسريعات وقلوب ظلام ودروع وبس. ده هو شرح الفيديو النهاردة، اتمنى بس ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك. وكان معاكم جيمنج هيرو يوتيوب، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام.